بسم الله على نفسي، بسم الله على قلبي، بسم الله على بيتي، بسم الله على أحبتي. يا رب، يا صاحب النظرة الرحيمة والأيادي الكريمة، اغفر لي وارحمني وخذ بيدي وأنقذني وقني شر نفسي، واكفني ما أهمني وارعني في ليلي ونهاري، واطرد شياطين الجفاء والقسوة من بيتي ومن صدري، واسلك بي أيسر طريق للسعادة، وارزقني نصيبا يرضيك من العبادة، وألف بين قلبي وقلب كل حبيب، وسهل أخلاقي للبعيد والقريب. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال، اللهم آمين. راجع لكم النهاردة بيوم جديد وفيديو جديد. روتين النهاردة كده تشجيعي جدا، ان شاء الله كده تستفادوا منه وكمان هتاخدوا منه طاقة إيجابية ان شاء الله يشجعكم جدا. عايزاكي بقى تنزلي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه أول مرة تشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة نوريني بقى باشتراكك من كلمة اشتراك تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس على الكل علشان تشوفيني على طول. ونبدأ بسم الله. بس ما ننساش بقى قبل ما نبدأ الروتين بتاعنا ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويثبتهم ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. أول حاجة زي ما شفتي كده كان عندي إزازة لبن. أخدت كده نصها قلت أغليها علشان كده كنت محتاجة النهاردة إن شاء الله هعمل منها وصفات، وكمان نعمل شاي بلبن كده مع الفطار. قليت كده طبق بيض صغير وعملت كده طبق جبنة بالطماطم والفلفل زي ما انتم شايفين. وبس ده كان الفطار بتاعي كده، وعملت معاه شاي بلبن وفطرت انا وزين. وبس كده خلصت الفطار بتاعي وشربت شاي بلبن، وقلت بقى ادخل اعمل معاكم اول وصفة او تجهيزات هتنفعنا بقى في الفطار وفي العشاء. وعايزه اقول لكم يعني كمان الحاجات دي بتملى البيت خير وبركه كده، خصوصا بقى في الشتاء ويعني في الايام اللي احنا فيها دي. تمام. جبت بقى هنا كده كيلو من الدقيق وكنت نخلاه كويس قوي. وده دقيق الضحى يا بنات، انا بستخدمه وبستخدم دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو الدقيق السايب، بيبقى حلو جدا. المهم تكوني جايبه الدقيق وضامنه ان هو يعني جودته ونوعه كويس. كنت جايبه الكيس من الضحى ده ب 23 جنيه. وبس كده حطيت بقى عليه معلقه صغيره من الملح وثلاث معالق كبار من السكر ومعلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه. وقلبت بقى كل المكونات الجافة مع بعض، وفي الوقت ده كنت محضرة كده جنب مني يعني كوباية كده من الزيت على السمنة. بصوا انا هعجن في العجان. اول حاجة كده هعملها ان هبدأ ابس الدقيق. طبعا لو مفيش عجان هتبدأي تبسيه بايدك كده لحد ما تحسي ان كل حبات الدقيق اتشربت كويس قوي من كمية الزيت والسمنة اللي موجودة فيه. طبعا الخطوة دي ممكن تعمليها بايدك زي ما قلتلك، ولكن هتقعد معاكي مثلا حوالي 3 دقايق كده تفركي الدقيق على ايدك. طبعا احنا عملنا الحاجات دي مع بعض قبل كده على ايدينا كتير والنتيجة كانت هايلة جدا وعجبتكم جدا. بصوا، فضلت بقى يعني افركه كده بالعجان لحد ما بقى معايا زي حبات الرمل بالشكل ده. شايفين؟ بتكون ناعمة جدا وكمان بتكون يعني ايه شاربة كويس قوي من كمية السوائل. ده بيدي نتيجة حلوة جدا للأرز. وبس كده نزلت بقى ايه معايا كوبايتين من الحليب. نزلت بأول كوباية وهشوف بقى العجينة محتاجة معايا ايه. طبعا هضيف بقى الكوباية التانية كده بالتدريج، بس يعني حطيت الكوباية الأولانية كده ألم بيها الدقيق، وبعد كده بقى أنزل بالكوباية بتاعتي التانية شوية بشوية. في الوقت ده طبعا كنت بنزل الجوانب معايا زي ما انتم شايفين كده علشان اتاكد ان كل كميه الدقيق اتشربت كويس من السوائل. الكوبايه الاولى كده اختفت معايا، وابتديت بقى احط الكوبايه التانية زي ما انتم شايفين واحده بواحده كده. انا عايزه اقول لكم ان كيلو الدقيق اخد معايا كوبايتين مظبوط، بس انتي ممكن الدقيق بتاعك نوع يكون مختلف فياخد معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين الا ربع، او ممكن ياخد معاكي كوبايتين زي ما اخد معايا بالظبط. هنا بقى كنت بسرع العجان لحد ما اخدت معايا كده يعني وقت من العجين حلو حوالي كده 7 دقايق. طبعا لو بتعجني على ايدك مش اقل من 10 دقايق. شايفين العجينة اللهم بارك طرية ومطاطية ازاي؟ طبعا ده عشان عجناها كويس قوي و... وطبعا كمية اللبن اللي حطيناها فيها كمان او الحليب ده بيدي للعجين طراوة حلوة قوي. بس كده هسيبها بقى ترتاح على جنب كده مش اقل من نص ساعة. يفضل طبعا ان انتي تحطيها في مكان دافي. انا سخنت فرن البوتاجاز وطفيته وبعدين دخلتها معاه على اساس ان انا اكسب وقت يعني وما تاخدش معايا وقت طويل. وبس كده سبتها بقى تخمر، وقلت في الوقت ده بقى اروح احضر الحشوه بتاعتها. كان عندي هنا نص كيلو من العجوه المنسوله. مش بعمل فيها اي حاجه غير ان انا يعني بحط عليها كده معلقتين كبار من السمنه البلدي او البقري،
ولو في زبدة برضو بحط عليها زبدة فرني بتديها نكهة وطعم حلو قوي. هي طبعا بتكون طرية لأنها بتكون يعني جاهزة. باجيبها طبعا من أي سوبر ماركت، بتكون متوفرة في أي مكان. وبس كده يعني عجنتها كده بإيدي، وبعدين بقى كورتها كور صغيرة كده. قلت يعني أسهل على نفسي علشان وأنا بحشي القرص تكون يعني الحشوة جاهزة معايا على طول. وبس كده خلصت بقى الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده. أنا النهاردة هعمل القرص بتاعتي كبيرة شوية، عشان كده كبرت حجم الكورة. وبس كده اللهم بارك بقى العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين، علشان مخدومة كويس زي ما قلنا طلعت معايا ناجحة وطرية جدا. شايفين بقى الخمران بتاعها حلو ازاي. اللهم بارك، بجد الطريقة دي حلوة قوي في عمل القرص. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا. هبدأ بقى اكورها على قد الحجم اللي انا عاوزاه بالشكل ده. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو انزلي تحت في الكومنتات وصلي على النبي، وحطي لي لايك للفيديو واشتركي في القناة. يسعدني طبعا اشتراكك وانضمامك، تكوني اختي من اخواتي. بس كده عملت كده الكمية كلها، وزي ما قلت لكم حبيت النهارده اعملها كبيرة شوية. يعني قلت علشان كده لو ولادي ان شاء الله اخدوا معاهم كده في اللانش بوكس تكون يعني الواحدة كبيرة وفي نفس الوقت مشبعة. ويعني عايزة اقول لكم كمان وهي كبيرة كده بيكون فيها كمية عجوة حلوة قوي. خلصت الكمية كلها بالشكل ده، وجبت بقى السكينة وعملت لها شكل كده بسيط بحيث يكون شكلها برضو حلو كده في التقديم. وبس كده في الوقت ده كنت مسخنة الفرن. وعايزة اقول لكم بجد اللهم بارك ريحتها كانت قلب البيت كله، ريحتها كانت حلوة جدا. طبعا كلنا عارفين ان ريحة المخبوزات بقى في البيت خصوصا بقى في جو البرد يعني بتدي دفء كده وبتخلي المكان بجد حلو قوي، وكمان بتحس ان انت بيتك مليان خير وبركة. وبس كده دخلتها بقى الفرن وطلعت معايا الحشوة زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك القرص قصدي زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. حلوة جدا. و ويعني ما شاء الله طرية وهشة كده من بره، وفي نفس الوقت واخدة سنة قرمشة حلوة قوي. شايفين من جوه اللهم بارك عاملة ازاي. بجد حلوة جدا، وكمان حشوة العجوة فيها زي ما قلت لكم كبيرة كده ومشبعة. طبعا انا بحب برضو اعمل القرص الصغيره، ولكن ايام الدراسه بصراحه بحب اكبرها شويه، بحيث يعني لو ولادي مثلا مرضيوش ياخدوا اتنين فياخدوا واحده بس، تبقى الواحده كده حلوه ويعني ماليه مكانها كده، فاهميني. وبس كده قلت بقى هنا ايه خلصت القرص وعملنا شاي بلبن. قلت بقى اجيب معاكم الملوخيه اللي غسلتها معاكم في الفيديو اللي فات وولادي قطفوها. حبيت هنا بقى اسمعكم صوت الخروشه اللي فيها ده. يعني ده دليل على انها كده خلاص نشفت كويس قوي، هتطلع معايا بقى محمصه وجميله. تمام. زي ما قلت لكم كنت مشغله عليها المروحه، يعني انا ما حطيتهاش في البلكونه ولا في شمس ولا في اي حاجه، لا. انا شغلت عليها المروحه وفضلت بقى رايحه جايه كده اقلب فيها. اللي بلاقيه بيدبل معايا بقلبه لتحت واجيب بقى اللي لسه طري لفوق وهكذا. يعني اخدت معايا بالظبط 3 ايام وبقت معايا ناشفه ومخروشه زي ما سمعتوها كده. جبت بقى الكبة بتاعتي وقلت كده أطحنها فيها. وبصوا هو أنا يعني هعمل الكمية كلها بالشكل ده. طبعا لو مش موجود عندك كبة مفيش مشكلة، هتفركيها برضو على ايدك بكل سهولة. وبعد كده بقى هتنخليها في المنخل زي ما هتشوفيني دلوقتي وانا هعمل بالظبط. عايزين طبعا واحنا شغالين كده ما ننساش نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واستغفر الله العظيم من كل ذنب واتوب اليه. الاستغفار طبعا والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيساعدنا يا بنات دايما ان احنا واحنا في المطبخ، زي ما قلنا قبل كده مع بعض في الفيديوهات اللي عدت كلها، ان الوقت كده مش بنحس بيه. واللهم بارك ربنا بيبارك في الحاجة وفي الوقت بتاعك، وبتلاقي نفسك خلصتي كده الشغل بتاع البيت بتاعك يعني بسرعة من غير بقى ما تحسي بتعب او يعني بمجهود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طحنت بقى الكمية كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وقلت بالمرة كده امسح الكبة بتاعتي واشيلها. وجبت بقى هنا المنخل بتاعي كده وحبيت برضو انخلها معاكم. انا كان ممكن اكتفي طبعا بفرمها بس او ضربها بس في الكبة، ولكن انا قلت يعني ممكن يكون مثلا فيها حاجات خشنة كده يعني اتخلص منها. طبعا انت لو بتحبيها خشنة كده عادي مش هتستغني عن خطوة المنخل دي، ولكن انا بحبها تكون معايا ناعمة وطرية كده. عايزة اقول لكم يعني ماما الله يرحمها يا رب ويعفو عنها هي واموات المسلمين، هي اللي علمتني ان انا اعمل الملوخية كده. كانت دايما تقولي لازم تكرميها. اكرمها يعني ايه يا ماما؟ يعني تنخليها وتنعميها بايدك جامد كده، ده طبعا بيخلي الملوخية معاكي. خصوصا بقى الملوخية الناشفة كده بتطلع معاكي زي الخضرة بالظبط طبعا بعد ما بتعملي الخطوة دي. الله يرحم امهاتنا وامهات المسلمين جميعا يا رب العالمين.
المهم بقى يعني سِبت هنا كده شوية زي ما أنتم شايفين كده، عملت الكمية كلّها، وقُلت أسيب معاكم كده شوية صغيّرين بحيث إن إحنا نفرمهم في الكبة. شايفين بقى الحاجات اللي طلعت الخشنة دي، الحاجات دي بقى اللي كنت باقول لكم عليها من شوية. هي كده خلاص اللهم بارك ناعمة معايا وحلوة جدًا. تعالوا بقى كده هاورّيكم لو مش موجود عندِك كبة، ممكن عادي خالص في الكبة بتاعة الخلاط الصغيّرة دي بتاعة التوابل، برضه هتدّيكِ نفس النتيجة، وهتنعّمها لِك جدًا وهتطلع معاكِ حلوة أوي. بالشكل ده، شايفين؟ طبعًا هتعملي الكمية كلّها برضه زي ما أنا عملت في الكبة، ولكن هتحطّي شوية بشوية، مش هتاخد معاكِ وقت برضه لإنِّك يعني بتعمل الكبة معيارها بياخد كمية حلوة برضه من الملوخية. وبس كده طلعت معايا برضه ناعمة جدًا، طبعًا ممكن ما تحتاجيش بقى المنخل في الخطوة دي لو عملتيها في كبة الخلاط. وبس كده خلّصت بقى الملوخية وغسلت كل حاجة، وأنا باغسل كده لقيت إزازة الصابون بتاعتي خلصت، قُلت كده أمّا أحط فيها شوية صابون بالمرّة. عايزة أقول لكم يا بنات الصابون اللي عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات بجد اللهم بارك نفعني جدًا، وكمان موفّر عليَّ بجد فلوس كتير كنت بادفعها بقى في الصابون الجاهز وكده. عايزة أقول لكم بجد لازم تجربوه إن شاء الله لمّا تشوفوا الفيديو، للناس طبعًا اللي لسه ما اتفرجتش على الحلقة بجد هتستفادوا منها كتير. هاسيبها لكم في شاشات النهاية في آخر الفيديو بإذن الله. المهم بقى في اليوم ده كده كنت صاحية بدري، فخلّصت بقى كل الحاجات اللي عملناها مع بعض، وكان عندي مشوار كده نزلت على الساعة 14:00 وقُلت بقى أعدّي كده يعني محتاجة شوية حاجات أجيبهم معايا للمطبخ بالمرّة. تعالوا بقى نشوف مع بعض أنا جِبت إيه. جِبت بقى العلب دي، زي ما قُلت لكم قبل كده علب الخزين، أنا عندي منها طبعًا الكبيرة أنتم شايفينها معايا، فكنت بصراحة محتاجة كده يعني كام واحدة كده من الحجم الصغير. جِبت 2 كده يعني حجم صغير، وجِبت حجم وسط شوية. كان سعر الواحدة 27 و25 جنيه. زي ما قُلت لكم كمان قبل كده يا بنات إن أنا مش باجيب العلب دي مرّة واحدة، لأ أنا كل ما بانزل كده وباكون محتاجة باجيب علبتين بعلبتين. ده طبعًا الحمد لله خلّى عندي كمية حلوة أوي. عايزة أقول لكم بجد العلب دي حلوة أوي وبتخلّي المطبخ معاكِ كده منظم، بتنفع بقى في البقوليات وفي كل حاجات المطبخ بصراحة. أنا مش باقدر أستغنى عنها خالص. جبت كمان الفاستين دول لأوضة بناتي، قُلت كده أحطهم على المكتب بتاعهم، يعني ممكن كل واحدة بقى تحط فيهم الأقلام والحاجات بتاعتها، وممكن ديكور في نفس الوقت، هُم شكلهم حلو أوي وكمان لايقين مع غرفة بناتي، تمام. جبت كمان إيه، جبت علب الفشار دي، كان عندي قبل كده منها بس انكسر، فيعني بصراحة كنت محتاجة 2 كمان. جبت الشكل ده عجبني أوي منهم، تقريبًا الواحدة كانت عاملة 10 جنيه. وعطاني بقى كمان واحدة كده هدية فوق الحاجات دي، هي كان فيها يعني زي غلطة بسيطة خالص. أنا عندي نفس الشكل ده على فكرة موجود في المطبخ بس الحجم الكبير شوية. هي دوب زي ما انتم شايفين فيها حاجة بسيطة كده، فأخدتها بقى هدية فوق الحاجات اللي أنا اشتريتها. جبت كمان السباتين الصغيرين دولت، برضو ممكن ينفعوا كمنظم على السراحة أو في المطبخ أو لأي حاجة، ممكن كمان برضو يعني بناتي يستخدموهم برضو في أي حاجة تنفعهم في أوضتهم. كان سعر الواحدة فيهم تقريبًا 7 جنيه، ما كانوش غاليين خالص زي ما أنتم شايفين كده. جِبت كمان علبة البخور دي بصراحة كان نِفْسي فيها أوي، وحسيتها شكلها شيك وحلوة كده، وكمان يعني هتحافظ على البخور إنه ما يقعش في أي مكان. وبس كده جِبت الوردة الصغنونة دي، باحب أحط كده الحاجات اللي زي كده على حوض الحمام. كنت كمان محتاجة الفرشة اللي هي الصغيرة بتاعة الحوض، لإن اللي عندي كانت اتكسرت وكده، وأنا بصراحة مش باستغنى عنها خالص في تنضيف الحمام. يعني بُصّوا يوميًا كده وأنا داخلة مثلًا أغسل وشي، أغسل إيدي، بالاقيها محطوطة على الحوض وفيها السائل بقى أو الصابون بتاع تنضيف الحمام، فتلاقيني دايمًا بقى يعني باغسل بيها وأنا واقفة كده، فده بيساعدني إن دايمًا الحوض يفضل نضيف معايا. كان سعرها تقريبًا 13 جنيه. والله كنت باجيبها ب6 جنيه وب5 جنيه. المهم جِبت كمان مريالة الغسالة دي كنت محتاجاها بجد أوي. خصوصًا بقى إن المطبخ يعني عندي زي ما أنتم عارفين إن الغسالة جنب البوتاجاز على طول، فده كان بيخلّي الغسالة بتاعتي تتبهدل دايمًا. سعرها برضه كان 55 جنيه وعجبني كمان شكلها كان يعني modern كده ولونها حلو أوي. جِبت كمان الباسكت ده لإن الباسكت اللي عندي بتاع المطبخ برضه كان يعني اتكسر، كان سعره 40 جنيه ولونه كمان عاجبني زي ما أنتم شايفين كده. وبس كده يعني دي كانت المشتريات بتاعتي. حاجات كده كنت محتاجاها للمطبخ وحاجات برضه يعني مش باستغنى عنها. أنتِ كمان برضه يعني ممكن كل فترة كده لو محتاجة حاجة وبتجيبي حاجات، ممكن تجيبي حاجة بحاجة، مش شرط يعني تجيبي كل حاجة مرّة واحدة.
خصوصا طبعا ان كلنا عارفين ان الاسعار بقت غالية ومرعبة جدا. فلو جبتي كده حاجة بحاجة مش هتحسي طبعا ان انت يعني دفعتي فلوس كتير، وفي نفس الوقت جبتي كل الحاجات اللي انت محتاجاها، سواء بقى في المطبخ او في شقتك او كده. وبس كده حطيت بقى كل المشتريات بتاعتي كده في مكانها، ونظمت كل حاجة في المكان بتاعها. طبعا العلب غسلتها الاول وحطيتها كده تتصفى علشان لما استخدمها يعني تكون نضيفة معايا. وفي الوقت ده بقى يعني قلت انضف بقى الخضار، وكنت في اليوم ده طالبة سمك بوري. هو بيجيني توصيل لحد البيت. طبعا الوقت بقى كان اتأخر، وقلت يعني اسهل حاجة بقى في اليوم ده هي السمك. مسكت الخضار بتاعي كده قلت انضفه كده بسرعة، وبحب بقى كده احطه في المية وانقعه كده في شوية خل. الخل يا بنات حلو جدا بجد في غسيل بقى وتعقيم الخضار، خصوصا بقى ان الحاجات يعني الخضار بيبقى جاي من بره، بيبقى فيه اتربه كتير، وساعات بقى بيبقى فيه حتت طينه كده صغيره. لا هو الخل بصراحه يعني هيخليكي تتخلصي من كل ده. سبته بقى شويه كده في الميه، وحطيت الخل عليه زي ما قلت لكم. وقلت بقى هنا ايه، ولعت على الرز كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا قايله لكم قبل كده ان انا بعمل الرز في الحله الاستانلس، وما بيحصلوش اي حاجه، وغالبا او دايما يعني اكتر الاوقات بستخدم الحله فيه. عمره والله اللهم بارك ما لزق معايا طبعا. لو نوع الحلل بتاعتك كويس خلاص اعملي بقى فيه الرز وانتي مطمنه. وبس كده الرز معايا خلاص كان يعني خلص. حطيت بقى الزيت بتاعه كده، انا بحب اقدح الزيت بتاع الرز بالسمك. معرفش بقى انتوا زيي ولا لا، بس انا اتعودت على كده من ماما الله يرحمها. حضرت برضو السلطة وعملت كده سلطة بالخضار. و يعني تعالوا بقى نحضر مع بعض الخلطة بتاعة السمك. عايزة اقول لكم بقى ان الخلطة دي بجد بتخلي طعم السمك يعني في حتة تانية خالص. بحط كده معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان معلقة كده مليانة من الشطة، وقرنين بقى فلفل. يا سلام بقى لو الفلفل حراق بجد بيخلي طعم السمك حلو قوي. ونص راس توم صغيرة كده بالقشرة بتاعتها، بس طبعا بكون غاسلة القشرة قبلها. اقصد يا بنات اني بكون غاسلة التوم بالقشرة بتاعته. بس كده بحب بقى ادقهم مع بعض كده. طبعا بحط شوية ملح برضو الاول. وعايزة اقول لكم لما بدقهم كده بجد بحس ان العصارة او المية اللي بتنزل من الخلطة، من التوم بقى مع الفلفل مع الملح مع الكمون وهكذا، بتخلي طعم السمك حلو قوي بجد. طبعا كان ممكن افرمهم في الكب برضو، وده اسرع واسهل ليا، ولكن بصراحة انا بحس ان كده بيكون طعم السمك حلو قوي. وبس كده بقى جهزت الخلطة بتاعت السمك. كنت بقى مسخنة كده مية على النار، وحطيت بقى كده الخلطة بتاعتي كده. بصوا وانا مخصصة الصينية دي عشان محدش يقولي طبعا ما تنفعش للطبيخ او لأي حاجة وكده، لا انا مش بستخدمها خالص يا بنات غير في تحديق السمك. نزلت بقى بالخلطة بتاعتي كلها كده ودوبتها مع الملح، وحطيتها بقى تغلي غلوتين كده على النار. وبس هطفي بقى النار على طول طبعا علشان السمك بتاعي ما يتهريش من المية وكده. وبس كده باحط بقى كمية السمك على قد ما بتاخد، واهم حاجة طبعا ان احنا نغطي عليه شوية، بحيث بقى ان يعني ياخد كده ويشرب من طعم التتبيلة. جربوا بجد التتبيلة او الخلطة دي في تحديق السمك المشوي، سواء بقى مشوي او بوري، بجد بتدي طعم حلو قوي. بصوا هو يعني السمك بصراحة مش محتاج افتكاسة، عشان محدش يقول لي يعني هو انتي يعني هو مش محتاج ان انتي تقولي لنا عليه وكده. بس انا بصراحة شفت ناس كتير بتحط مية وملح بس يعني مية وملح بس، وبيسخنوا المية وبيحطوا السمك على طول. بصراحة ده مش بيخلي يعني اي طعم للسمك، ما بيكونش ليه اي طعم كده وانتي بتاكليه. ولكن بجد خلطة التوم مع الملح مع الكمون مع الكزبرة، الحاجات دي بتخلي طعم السمك حلو قوي. وبس كده ده كان بقى الغدا بتاعنا كده والروتين البسيط بتاعي النهارده. غرفت بقى كده الرز، وعملت السلطة، وكل حاجة بقى بقت معايا جاهزة اللهم بارك. طبعا اتغدينا بقى وغسلت المواعين. وده كان اليوم البسيط بتاعي النهاردة، حبيت كده أشاركه معاكم. يا رب تكونوا كده استفدتوا لو بحاجة بسيطة، وتشجعتوا كده من الروتين بتاعي. مستنية بقى كلامكم الحلو اللي بيفرحني وبيشجعني ان انا اكمل معاكم. وما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعي، واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش. واقول لكم هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.